بعد هبوط سعر الدواجن، يا ترى تربية الفراخ هتكسب ولا هتخسر؟ علشان كده النهاردة جايب لكم دراسة جدوى 1000 فرخة، ويا ترى هيكون في مكسب مرضي ولا مفيش مكسب. تعالوا نبدأ الدراسة، وفضلا وليس أمرا لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال، وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وللأسف طبعا كلنا عرفنا إن سعر الفراخ نزل ل66 تنفيذ في السوق بسعر النهاردة أو بورصة النهاردة، وده سبب رعب كتير عند مربين الدواجن وعند أصحاب المزارع، وناس كتيرة محتارة يا ترى كده هنعرف نكسب ونربح ولا مش هنعرف نكسب، ولا الدورة بتاعتنا هتخسر. وده موضوعنا النهاردة ودراسة الجدوى بتاعتنا النهاردة. خلينا ندخل في الدراسة على طول ونعرف النتيجة في آخر الفيديو إن شاء الله. طيب، وسعر الكتكوت النهاردة بيسجل معايا 32، عفوا بيسجل معايا 32. يعني لو جبنا 1000 كتكوت هيسجلوا معايا 32 ألف جنيه. ادي اول حاجة، سعر الكتكوت 32 ألف جنيه. طيب، طن العلف النهاردة، وطن العلف بصراحة برضو نازل معانا وسعره 21,500. يعني لو جبنا 3 طن ونص علف هيدوني 75,250 زائد. هندي، قلنا احنا بنختصر دلوقتي وبندي للكتكوت 20 جنيه لكل كتكوت، اللي هي مثلا قلنا أدوية 10 على 10، اللي هي إن كانت فرشة مصاريف الكلام ده كله. هو الكتكوت مش هيصرف ال20، ولكن احنا هنحسبها ان هندي الكتكوت 20 جنيه بحد أقصى. يعني احنا كده الكتكوت هيكلفنا 20 ألف جنيه، اللي هو ال1000 كتكوت هيكلفونا 20 ألف جنيه. طيب، يعني كده احنا لو قمنا دلوقتي مثلا حسبنا المجموع اللي هو 32 ألف جنيه سعر الكتاكيت، زائد 75,250 اللي هو سعر العلف، زائد 20 ألف جنيه تكلفة اللي هي الفرشة والأدوية والكلام ده كله والمصاريف شاملة. أصبح المجموع عندي كده كام؟ أصبحنا المجموع 127,250. يبقى احنا هنا الدورة ال1000 كتكوت هتستهلك معايا 127,250. ممكن تقدر تحسبها مثلا نسبة وتناسب، لو عندك 2000 هتجمع، لو عندك 3، لو عندك مزرعة 5000 هتضربها في ال1000 بتكلفك 127,250. وللعلم هي هتقل كمان مش هتزيد، لأن أنا حاسب تكلفة عالية اللي هي 20 جنيه الكتكوت. كده كلام جميل وزي الفل. احنا حسبنا ال1000 كتكوت زي ما قلنا بيكلفوا هنا 127,250. هنخصم منهم أو هنبتدي ننزل منهم بقى اللي هو التالف، او بالمعنى الاصح النافق او الصردة. يعني طبعا في نافق معانا اللي هو بيموت من عمر يوم لحد نهاية الدورة، وفي الصردة. طيب، النافق والصردة دول ايه اللي بيتم نخصم لهم قد ايه؟ هنخصم احنا زي ما قلنا 5%. هو المفروض بيبقى نافق 1%، والمفروض بيبقى صردة مثلا من 1% ل2%. احنا هنقول بحد اقصى 5%. يعني الألف كتكوت هننزل منهم 50 كتكوت، سواء كان كتكوت أو فرخة بقى، على حسب بقى يعني ربنا ما يوفق أو حسب توفيق ربنا. يعني هننزل من ال1000 هننزل منهم 50. محدش يقول لي ده بيجيب أزيد من كده، أو في نافق بيبقى أزيد من كده، أو سردة بيبقى أزيد من كده. ده بيبقى سوء استخدام من حضرتك، أو سوء رعاية من حضرتك، أو سوء مثلا مشكلة في الكتكوت اللي حضرتك مشتريه. لكن هو الطبيعي، المعدل الطبيعي اللي هو هتنزل لل1050. لو زادوا عن كده في مشكلة عند حضرتك، سواء كان في الكتكوت أو في المزرعة أو عدم رعاية. لحد كده معاك من 2% لحد 5%، ده الطبيعي. طيب، كده كلام جميل. يعني اللي هيفضل معانا 950 فرخة. طيب، 950 فرخة يدوني وزن قد إيه؟ احنا زي ما قلنا وبنقول في كل دورة إن الفراخ معانا من وزن 2 كيلو لحد 2 كيلو 600. وعلى حسب الأوزان وعلى حسب أنت ونصيبك طبعا، معاك من 2 كيلو لحد 2 كيلو 600. احنا بنقسم البلد نصين، وبنحسب ال 950 فرخة اللي عندنا كلهم على 2 كيلو 300. في فرخة زايدة في فرخة ناقصة، بيضاهوا بعضهم ببعض، والنسبة دي بتطلع معايا زي الفل. طيب، لو ضربنا ال 950 فرخة في 2 كيلو 300، هيدينا وزن ان انا كده اداني وزن لحوم 2185. يعني انا كده معايا 2185 من الدورة بتاعتي كلها صفيت لحوم. سعر لحوم 2185. وزي ما اتفقنا مع بعضينا برضو ان قلنا سعر البورصة نازل النهاردة بتاريخ الفيديو النهاردة، سعر البورصة نازل ل66 تنفيذ. طبعا انت كده كده بتبيع بالجملة، مش هتبيع فرخة فرخة، هتبيع بالجملة، بتبيع بورصة تنفيذ. طيب، لو ضربنا قلنا 2185 في 66، هتلاقي الناتج اصبح عندي
144,210. طيب كلام جميل، 144,000. طب احنا صرفنا كام؟ لو رجعنا بالفيديو شوية او لو ركزتوا معايا هتلاقي ان انا بقول لكم ان احنا صرفنا على الدورة كلها 127,250. احنا حصلنا على 144,210. طيب يعني احنا لو خصمنا رأس المال من السعر اللي احنا بعنا بيه، هتلاقي عندنا مثلا المكسب، وللأسف طبعا ويمكن ديت هي الصدمة في الدورة دي أو في دراسة الجدول دي، 16,950، يعني نقول 17,000 جنيه للأسف. يعني المكسب عشان تقدر تكسب من ال1000 فرخة تكسب 17,000 جنيه. في هنا نقطة أو في هنا مشكلة يمكن غايبة عننا كلنا، وهي ان ليه سعر الفراخ نازل اليومين دول. ما تنساش ان احنا على معظم على مستوى الوطن العربي احنا كنا طالعين خارجين من عيد ضحية، يعني كل البيوت فيها لحمة بلا استثناء، فقير وغني هتلاقي معظم البيوت فيها لحمة. فبالتالي الاستهلاك على الفراخ يعني الاستهلاك قليل جدا لان معظم البيوت زي ما قلنا فيها لحمة. لذلك سعر الفراخ النهارده تلاقيه مريح معاك، اللي البورصة نازلة معاك ل66، مفيش اقبال على الفراخ خاصة في الوطن العربي معظمه يعني. طيب يعني لو انت جبت دورة النهاردة، لو جبت دورة النهاردة وقمت جبت دورة، هل معقول هتفضل اللحمة لمدة ال35 يوم او ال40 يوم او ال30 يوم اللي هتربي فيها الدورة؟ لا، اكيد هتلاقي في الوقت ده ان سعر الفراخ بورصة الفراخ ابتدت ترفع معاك، لان انتوا عارفين، كلنا عارفين ان بورصة الفراخ حسب يعني عرض وطلب. فحاليا هي نازلة، انت ممكن تشتري الكتكوت سعر رخيص النهاردة 32، وتشتري برضو العلف رخيص. ممكن بفضل الله وباذن الله وتوفيق ربنا، طبعا انا ما اضمنلكش الضمان على الله، لكن ممكن انت النهارده الفراخ 66، ممكن بعد كده في خلال 35 يوم، انا متاكد يعني التاكيد من عند ربنا، وبس انا يعني عندي يقين بواقع خبرتي ان الفراخ هترتفع معاك. فانت تخيل لو ربنا كرمك والفراخ مسكت مثلا ال70، مسكت ال75، شوف انت النسبه هتزيد معاك قد ايه. وده طبعا كلام ده توقعات في الاول وفي الاخر، يعني الله اعلى واعلم، بس عشان تنزل عن كده طبعا استحاله طبعا انها تنزل عن كده. ولكن انا تعودت معاكم في الفيديوهات ان انا بشرح لك دراسه الجدوى بمصداقيه. حابب انت حضرتك تكمل اتفضل كمل، مش حابب تغامر او مش حابب تكمل وانت مستقل الارباح دي او حاسس ان الارباح دي قليله، فده اللي يناسب حضرتك ودي حاجه لحضرتك مطلق الحريه. ولكن للإفادة برضو أنا واثق يعني إن فعلا موضوع الفراخ استحالة تفضل على السعر ده خالص، ولكن هي أزمة إحنا وبنمر بيها أو مرحلة بنعدي بيها. ويمكن أصحاب الفراخ هم اللي بيبيعوا في التوقيت ده بالذات، الناس اللي عاملين دورة من 35 يوم لورا أو كذا هم اللي ممكن نقدر نقول عليهم بيتضروا أو أرباحهم بتبقى بسيطة. كمان لو هتلاحظ فترة الصيف عندنا نسبة استهلاك الفراخ للبصاريف بتبقى بسيطة، أقل شوية عرضة، لأن الفراخ في الصيف بتبقى أقل عرضة للأمراض. هو الاحتباس الحراري بيدمرنا أو بيأذينا، ولكن أنت لو عامل استعداداتك بشكل كويس هتلاقي مفيش تكلفة عندك في الفراخ، لأن خاصة الحر بيقتل الفيروزات، دي أول حاجة. تاني حاجة نسبة التدفئة بتبقى شبه معدومة، أنت ما بتعملش تدفئة خالص. ماشي، بيبقى في مراوح وفي تبريد، ولكن المراوح والتبريد بيبقى استهلاكها للكهرباء مش قد استهلاك السخانات او الدفايات. وانا من وجهة نظري يعني بواقع خبرتي شايف انك لو هتبتدي بفضل الله اعتمد على الله والتوفيق من عند ربنا، وربي من دلوقتي، لانك لو ربيت من دلوقتي هتشتري رخيص وهتبيع بفضل الله وباذن الله غالي. وده كان فيديو النهارده. يا ريت يا جماعه لو عجب حضراتكم الفيديو او ما تنسونيش بالاشتراك، ولو عندكم اي استفسار او تعليق اكتبوا لنا في كومنت وانا برد على كل التعليقات. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه.